أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة قواسي. اليوم غنتكلم عن زلزال دبلوماسي هادئ كيدور بين واشنطن والجزائر والرباط. ليس مجرد خبر عابر، بل هي لحظة حقيقية تريد إدارة ترامب فرض على الطاولة. هل وصلت قضية الصحراء المغربية للفصل الأخير ديالها؟ وماذا حمل مسعد بولس كبير مستشار ترامب في الحقيبة ديالو لقادة القفل المرادية؟ القصة تتجاوز حدود الزيارة، هي عبارة عن هندسة جديدة للمنطقة البروماسية. بقوا معايا لنفهم لماذا يصمت الإعلام الرسمي الجزائري أمام هذه التحركات المتسارعة. صمت غريب. ماذا حدث في الجزائر؟ في خطوة في الحقيقة غير ملهودة، تجاهلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية زيارة مسعد بولس، الرجل القوي بحال اللي كنعرفو جميع في إدارة ترامب، واكتفت بنقل جملة يتيمة عن صفحة السفارة الأمريكية كأن الزيارة تحدث في قارة أخرى ماشي في الجزائر. لكن الكواليس تقول شيء آخر تماما. بولس لم يأتي لتبادل الابتسامات، بل جاء لتأكيد أمر واحد: اعتراف أمريكا بمغرب الصحراء قرار سيادي لا رجعة فيه. والمطلوب الآن من الجزائر هو الانخراط الفعلي في حل النزاع بعيدا عن لغة السويف. مسعد بورس هو في الحقيقة الرسول الحسم الأمريكي من طرف ترامب. لماذا مسعد بورس بالذات؟ وما هو السر لحمله من العسكر في الجزائر؟ دعونا نحلل المشهد. بورس كان واضح في الزيارة السابقة ديالو، لكن هذه المرة التوقيت حساس جدا. المعطيات تشير إلى أن واشنطن أقنعت فعليا جبهة البوليساريو في اللقاءات السابقة بأن مبادرة الحكم الذاتي هي النص الواحد الموجود على الطاولة، وأي خروج عنه هو خروج عن النص الدولي. أهم ثلاثة الرسائل اللي حملها بوس الزيارة ديالو للجزائر: أولا، انتهاء وقت المناورة. أمريكا تريد جواب واضح من الجزائر باعتبارها طرف أساسي ورئيسي في هذا النزاع الإقليمي المفتعل. ثانيا، خريطة طريق واحدة، لا مجال للحديث عن حلول تقليدية متجاوزة. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السقف والقاع. وثالثا، هو التحول نحو التنمية، يعني البحث عن السلام والازدهار ليس مجرد شعار، بل هو دعوة للجزائر لتكون جزء من حل تنضم لقطار التنمية الإقليمية في المنطقة. نجيو واحد النقطة مهمة بزاف، وهو ميثاق مجلس السلام اللي كتعتبر فرصة الأخرى للجزائر. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ما حدث قبل يعني أيام. المغرب بحال اللي شفنا جميع وقع مع الولايات المتحدة الأمريكية ميثاق مجلس السلام كبلد مؤسس. هذا ليس مجرد نادي دبلوماسي، بل هو تحالف الأقوياء علاش لصالح من صناعة الاستقرار في المناطق. الرسالة الأمريكية للجزائر هي: الباب مفتوح للانضمام إلى هذا المجلس، لكن التذكرة الوحيدة للدخول هي المساهمة الفعلية في إنهاء هذا النزاع المفتعل اللي خلقته هي بنفسها دون لف ولا دوران. أمريكا تضع الجزائر أمام خيارين: إما الانخراط في هذا النظام الإقليمي الجديد اللي كتقوده واشنطن والرباط، أو البقاء خارج سياق التاريخ والجغرافيا. الخلاصة يا سادة، باش بلا ما نطول عليكم، ماذا نستنتج من هذا التحرك المكوكي لمستشار ترامب؟ أولا، إدارة ترامب تنتقل من مرحلة الاعتراف لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع، وتريد بالفعل إغلاق هذا الملف نهائيا. ثانيا، المغرب تثبت المكانة ديالو كشريك استراتيجي أول، يعني واشنطن ليس فقط في الأمن بل كذلك في صناعة السلام أيضا. وثالثا، الكرة الآن في ملعب الجزائر. فهل ستلتقط الجزائر الإشارة الأمريكية وتتجاوز عقدة الماضي لأجل مستقبل المنطقة، أم أنها تعيش في الأوهام؟ في النهاية، الدبلوماسية الأمريكية اليوم لا تعرف أقساط حلول، والزيارة المرتقبة لبولس من الرباط قد تحمل مع الخبر اليقين. أنتم كمتابعين وكمشاهدين، كيف تفسرون تجاهل الإعلام الجزائري لهذه الزيارة؟ وهل تعتقدون أن ضغوط إدارة ترامب تدفع المنطقة نحو طي نهائي
الصفحة أو لأن هذا النزاع المفتعل نهائيًا. كنتسنى النقاشات ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش نبقاو دائمًا في قلب الأحداث. أراكم في الحلقة القادمة.